بين مالي والمنتخب المغربي ومستوى عالي خاصة من الناحية البدنية، وإحنا نشوفوا مع بعض في المباراة خفنا شوية، قلنا لو تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بهذاك الريتم العالي. أنا ما تعرفتش على منتخب المغربي اللي انهزم في اللقاءات تاع الدور الأول. هل تعتقد بأنه من الناحية البدنية لعبت دور كبير في خاصة في مرور المنتخب المغربي؟ الفارق في المستوى تاع المالي، كرة القدم في القمة صح، تكنيكمون فريمون دي توب، ما فيزيكمون كانوا في المستوى. من الناحية البدنية المالي فيزيكمون كانوا في زوج في التوب، تكنيكمون المالي احسن. انت كنت حاب المنتخب المالي هو اللي انا كنت حاب المالي، يعني نحب هذوك لي جون دراري يلعبوا كرة القدم مليحة، عندهم مستوى خير احسن منهم ان شاء الله معكم المدرب الجديد تكون عنده اللمسه. الجزائر لا تعترف لا بقوة المنتخب المغربي او الفريق ولا بالمعطيات الرياضية البعيدة عن الامور الاخرى. تقريبا ما شاء الله كلهم قامات فارعة، أقوياء جدا بدنيا. ثانيا المستوى الفني أو المستوى التقني والتكتيكي. لماذا؟ اللاعبون الجزائريون ليسوا خريجي مدارس تكوينية محترفة، اللاعبون الجزائريون هم خريجو بطولة منحرفة، عشوائية في التسيير، عشوائية في كل شيء.